مصر نجحت في تخطي عام ذروة سداد الديون الخارجية. عام 24 كان الديون والأقساط والفوائد الديون كانت أكتر سنة، كان أكتر من 36 مليار دولار دفعناها الديون بتاعتنا في المواعيد بتاعتها، برغم من الصعوبات والأزمات الموجودة بالاقتصاد العالمي في السنة اللي فاتت والسنة دي بالذات. في حروب زي ما انتوا عارفين، المنطقة كلها ملتهبة فيها حروب، وقناة السويس كمان مش شغالة، الأرباح بتاعتها قلت النص، خسرنا كتير، مليارات كتيرة جدا. كمان هندفع ديون السنة الجاية 25، هندفع أقل من 24، أقل من عام 24، يعني هندفع 22 مليار دولار. كل مادة بندفع أقل، يعني الديون بتقل، يعني كل سنة بندفع ديون، بس هيبقى أقل من سنة 24 اللي احنا دفعنا فيها رقم كبير، بالرغم من سنة كانت صعبة في صعوبات وأزمات شديدة، أول مرة العالم يخوض حروب بالمنظر ده. أظهر الاقتصاد المصري قوة وصلابة شديدة في مواجهة الأزمات. المنطقة زي ما انتوا شايفينها دفعنا الديون في وقتها، برغم من كان في أزمات كمان، بضائع متراكمة في الموانئ المصرية، وكمان تلبية طلبات المستوردين من العملات الأجنبية. كل ده من احنا يعني عملنا طبعا نجحت الحكومة المصرية في صفقة زي صفقة رأس الحكمة، وكمان في زيادة في إيرادات السياحة بالرغم من الظروف دي. كمان في زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت، وكمان لسه كمان السنة الجاية هتزيد وهترجع زي ما كانت. إن كانت تحويلات المصريين كان رقم كبير، تقريبا كانت 30 مليار، دلوقتي بقوا 20 مليار. سنة 21 كانت تحويلات المصريين كانت كبيرة، رقم كبير، كان 31 مليار. ولكن دلوقتي يعني في زيادة، يعني عشان الأزمة الاقتصادية اللي عدت دي بتزيد. تحويلات المصريين زادت، يعني سنة 22-23 قلت خالص، بعد كده دلوقتي هتزيد، والسنين الجاية هتزيد إن شاء الله. وبندفع الديون بتاعتنا في وقتها بالرغم من الظروف الصعبة اللي احنا فيها، وربنا معانا، وربنا يحفظ مصر من كل شر.